واصل فريق الوداد مسار التصحيح وعاد لنغمة الفوز بالدوري المغربي، إذ هزم اتحاد طنجة 3-0 مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 20 من المسابقة. وكان الوداد قد تعادل مع نهضة بركان 3-3 في مباراة مثيرة بالجولة الماضية، قبل أن يخرج في مهمة أفريقية ناجحة عاد منها بفوز ثمين على بترو أتلتيكو في لواندا 2-0 السبت الماضي. ووسط حضور قوي لأنصاره أجرى مدرب الوداد خوان كارلوس جاريدو عدة تغييرات في مراكز مختلفة، أبرزها إقحام مؤيد اللافي في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ عام كامل. ولم يمهل الوداد ضيفه طويلا، إذ ضغط على اتحاد طنحة بقوة، فسجل هدفا مبكرا بواسطة السنغالي سامبو جونيور في الدقيقة 5. لاحقا سنحت فرصة لطنجة لتعديل الأمور، إذ حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 21 أقدم على تنفيذها المتخصص محسن متولي، لكنه فشل في هز الشباك أمام تألق حارس الوداد رضا التكناوتي. وعاد سامبو نجم المباراة لتأكيد حضوره القوي بهدف آخر في الدقيقة 25، مستغلا حالة الشك التي دخلها لاعبو طنجة بعد إهدار ركلة الجزاء، وازدادت مهمة الوداديين سهولة. ثم تمكن محمد أوناجم من تعزيز النتيجة بثالث في الدقيقة 33، وهو الهدف الذي انهار معه دفاع طنجة وكاد يستقبل المزيد في شباكه لاحقا. ورغم اقتصاده في اللعب بالشوط الثاني، حيث عمد المدرب جاريدو لإراحة عدد من لاعبيه تأهبا لمباراة فيتا كلوب السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا، إلا أن اللافي وأبو سفيان أهدر العديد من الفرص السهلة. وانتهت المباراة بفوز ودادي يحمل الرقم 12 خلال الموسم الجاري، ليعزز الفريق البيضاوي وصافته برصيد 42 نقطة خلف الجيش المتصدر بنقطتين فقط. في المقابل بقي اتحاد طنجة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، مسجلا الهزيمة رقم 16 في الموسم الجاري، لتتضاعف مخاطر هبوطه.